يا صباح السعادة أو مساء السعادة حسب ما تشوفوا الفيديو. ازيكم حبايبي؟ معاكم ميري أنور. فيديو النهاردة مهم جدا، ازاي نشوي سمك في البيت وازاي نشتريه. هنتكلم عن كل حاجة من الألف للياء. سمك النهاردة هيكون سمك بولتي، أنا جايباه من عند السماك. تعرف ازاي إن هو صابح، ما تكون عيني مبرقة وغشيشه حمرا. طبعا هتقولي لي احنا ما قشرناش القشور، لا مش هنشيلها. وهتقولي لي ليه؟ لان القشور دي بتحمي السمكيه اثناء الشوي، ما تنشفش معايا واللحم ما يبقاش ناشف معايا. تمام. نبدا نمسك السمكيه من بطنها كده، في فتحه من تحت نحطها لحد الزور فوق، نفتحها لحد فوق. شايفين؟ بمنتهى السهوله. ده اللي انا عايزاه. بس كده، ولا هشيل زوعنف ولا هشيل قشور. وابدا انضفه من جوه، اشيل كل احشائه بالخياشيم. شايفين؟ بمنتهى السهوله. طبعا هغسله وارجع اوريه لكم. وبعد ما غسلته مره واتنين وتلاته على الحنفيه كده، ميه جاريه عليه. طبعا مش هسكت على كده، هنجيب كده نص كوبايه ملح، طبعا ملح خشن، وابدا ارش من جوه كده حتى عند الراس من جوه. ولاحظتوا حاجه، ان انا ما قشرتوش وما شلتش حتى الخياشيم اللي من الجنب. هخليه عشان بيساعدني حفاظ على التتبيله، واسيبه نص ساعه كامل مع بعض. في الفترة دي السمك بيتبل بالملح. هابدأ أجيب بقى أعمل التتبيلة بتاعتي، عبارة عن إيه؟ عبارة عن توم إذا كان فريش أو مفروم، وعليه بصلاية كبيرة، وفلفل بقى ألوان أصفر أخضر أحمر موجود عندك. ممكن تحطي برضو قرن سبايسي، وما ننساش أحط جزراية متقشرة كبيرة، وأحط نص كوباية عصير ليمون عشان تحرك لي الكبة بتاعتنا. فخلاص بقى في كبه في هاند بلندر بالطريقه اللي انت عايزاها، بس ما تيجي تفرميه فرم متقطع. هوريلك ازاي عشان ميبقاش معايا تتبيله سايله، تكون خشنه. بصوا كده، افرم واستنى. ادتني ايه التتبيله الخشنه دي؟ روعه. بس هي ما خلصتش على كده. تمام. هبدا افضيها في طبق او في بوله، وابدا اجهزها معاكم. التتبيله دي خطيره جدا، تنفع للاسماك، للمخللات، للبتنجان، للطماطم، حلوه قوي قوي. تمام. انا عملت كميه كبيره عشان نصها في التلاجة. هنزل عليها ب4 معالق زيت، انا استخدمت زيت زيتون، ومعلقه ملح كبيره، ومعلقه كمون كبيره، ونص معلقه كزبره. وما انساش احط معلقه بابريكا تدي لون حلو جدا، ورشه شطه اللي ما كانش عندي فلفل حار، ودي اختياري. اقلب كله مع بعضه كده. طبعا الكميه عندي بقى اشيل جزء منها وجزء استخدمه للسمك. تمام. كده حلو خالص. هيكون بقى معايا شويه كزبره على بقدونس على شويه كرفس، بيخلي السمك المشوي يروح مكان تاني خالص. اعمل كل الخلطة دي، لمّا بعد نكمّل السمك بتاعنا. بعد ما قعد نُص ساعة في الملح، فتحته وغسلته غسلة حلوة جدًا، شايفين شكله؟ نبدأ بقى نجهّزه مع بعض. طبعًا التتبيلة جاهزة معايا، نبدأ بقى نحشي السمك من جوّه. احشي بضمير، املي بطنه تتبيلة، دي سر نجاح السمك المشوي، من البطن للراس. كده أنا خلّصته، بقى معايا المعلقتين دول. هاقول لكم أعمل بيهم إيه، شايفين؟ سيبه ربع ساعة في التتبيلة. في الوقت اللي السمك بيتبّل فيها هنجهّز مع بعض سلطة بلدي تقدّم مع المشويات، وخصوصًا مع الأسماك المشوية. طماطم متقطّعة مكعبات، خيار، معايا جزر شرايح، معايا فلفل، معايا بصلاية حمرا بتدّي طعم حلو أوي للسلطة، بتبقى مسكّرة جدًا، وكزبرة وبقدونس وشوية كرفس إذا كان موجود. ما تنساش بقى احط معلقه التتبيله اللي احنا فرمناها مع بعض، تتبيله حشوه السمك، مع كمون مع كزبره مع عصره ليمونه مع شويه خل، واقلب كله مع بعضه. وهنا ما ظبطناش حقيقة في الملح. ما تنسيش ان معلقه الثوم اللي انت حطيتيها اللي هي حشوه السمك فيها ملح. ندي رشه كده صغيره وربع كوبايه ميه، ونقلب بقى كل الخضار مع بعضه. شايفين لون الطبق حلو ازاي؟ سلام بقى لو عندك تلج مكعبات، حطيها على الوش ودخليها التلاجة كده جاهزه للتقديم. يلا مع بعض الخطوه اللي بعد كده، هنجهز الميه او التتبيله او الدقه اللي هنحط فيها السمك المشوي. عباره عن طماطم مبشوره، شويه جزر مبشورين، معايا كزبره وبقدونس كرفس، ليمون متقطع شرايح، معلقه من الحشوه اللي حشينا بيها السمك، معايا شطه، معلقه كمون كبيره، معلقه بابريكا، رشه ملح، شويه شطه صغيرين، واقلب كله مع بعضه. شايفين؟ طبعا هنا اكون مجهزه ميه سخنه بتغلي عشان كله ياخد من طعم بعض. بصوا كده، دي بقى الدقة اللي بننزل فيها بعد ما السمك يتشوي، واسيبها تبرد كده على جنب لحد ما نجهز السمك بتاعنا. معانا السمك بعد ما اتبل نص ساعة، هنبدأ بقى نجهزه مع بعض. معايا ردة اللي هي اسمها النخالة، اللي هي منخولة من الدقيق. اجيب كده السمكية واعفرها. تمام. حتى لو ناشفة معايا السمكية، اديها رشة مية واطلعها بالشكل ده. شايفين؟ واحدة كمان. النهاردة انا هعمله على البوتاجاز من فوق، هيطلع معاكم خطير جدا جدا. طبعًا أنا فكّرت إن أنا أشويه في البلكونة، وكانت فكرة كانت صعبة جدًا. عندي قلاي قديم، طبعًا بنتي كانت حرقته، قُلت مش هارميه هاستخدمه مكان الصاج في الشوي. خسارة هارميه ليه؟ طبعًا جبت كده البوتاجاز في البلكونة، وحطيت القلاية نُصّها تحتاني، وسِبته لمّا يسخن جامد جدًا، لازم تكون سخنة جدًا، جدًا.
ولا هدهنه زيت ولا اي حاجه، لان الزيت هي اللي بتعمل دخانه في البيت. وحطيته على الجنب ده لمده 3 دقايق على نار عاليه، وقلبته كده بالشكل ده. طبعا انا كنت مستعجله على الغدا، قمت كملته على البوتاجاز العادي بتاعنا، بس حبيت اجرب التجربه معاكم. طلع معايا بصوا جميل جدا. وبدات اعمل الكميه على البوتاجاز العادي، سرع معايا على نصين الجريل. شايفين؟ مطلعش دخان خالص، ريحته جميله. ولما اشيله من على النار بعد ما يستوي معايا، انزل بسرعه على الدقه اللي عملناها مع بعض، حوالي 20 ثانيه كده، متكتريش، وارفع كده بالشكل الجميل ده. شايفين؟ خطير. انا واحده كمان بصوا، روعه روعه روعه. الريحه مش قادره اقول لكم. قدمناه مع رز ابيض، وقدمناه مع سلطه بلدي، طعمه خطير ومستوي. ولا اشتري من بره ولا اجيبه غالي، حاجه من بيتي ومن ايدي ونضيف في بيتي. روعه، وما خدش معانا وقت خالص. شوينا على البوتاجاز من فوق، ما خدش معانا بالظبط حوالي ساعه زمن. كنت مجهزه الغدا. اتمنى الفيديو لو عجبكم دعمونا باللايك، وكمان كومنت تشجيعي، وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. ولو مش تابعين صفحتي تابعوني. أشكركم جدًا، جدًا. مع تحياتي ميري أنور. أتمنى تجربوه بألف هنا، وأقول لكم سلام.